السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. فيديو جديده، رياكسيون جديده في موانا رياكسيون. سميتي محصنه، وكيف ما شفتوا في العنوان غادي ندويو اليوم على المسلسل الجديد كوان. كوان قانون ونظام، مسلسل جديد على القناه الثانيه اللي كان واعر بزاف صراحه. انايا شفتو صدفه، طلع لي الريل في انستغرام وشفت الناس بزاف كيدويو عليه، كيديروا واحد اللقطه ديال واحد السيده لابسه كسوه حمراء. المهم انا اللي فهمت هو انه الحلقه الاولى خرجت نهار 31 مارس وما شفتوها انا حتى البارح لو 1 افريل. مسلسل واعر بزاف، عجبني صراحه. سورتو حنا الناس اللي تيكونوا برا المغرب تنكونوا مشتاقين الاعمال المغربيه، فانا الصراحه عجبني بزاف ومفتخره بهذا العمل الرائع الكبير من النوع ديالو ولاول مره على الشاشات ديالنا. علاش لاول مره؟ حيت هو مسلسل مغربي بلمسه سينمائيه، لمسنا فيها هذيك الطابع السينمائي. الحلقه فيها ساعه تقريبا 59 دقيقة، المهم ساعة. البطل هو رشيد الوالي البطل، وكان بيان سور ابطال اخرين في المسلسل. لمسنا فيه جوج ديال الجوانب، الجانب الشخصي ديال الفرقة الوطنية والجانب العملي. الجانب العملي شفنا كيفاش طرات الجريمة، كيفاش حلوا الجريمة، التقارير الشرعية للشرطة العلمية كيفاش حلوا اللغز ديال الجريمة، شكون هو المجرم. الجانب الشخصي ديال امين العمراني، عنده واحد البنت نقدروا نقولوا عليها مراهقه طائشه. المهم الشخصيه ديال امين العمراني عندها واحد الصعوبات مع الابنه ديالو. المهم من بعد كنفهموا انه البنت ولات انتريسيني، ولات مهتمه بهذا الدومين ديال الاب ديالها، كتشوف الاشعارات ديال انضمام الى الفرقه الوطنيه. وشفنا في الاخر ديال الحلقه مات الانخراط ديالها الفرقه الوطنيه من خلال الحلقه، بويسكو الجريمه تحلات. دونك غادي يكون عندنا كل حلقه في شكل، وهذا الشيء اللي كونفيرمات ليا فاطمه الزهراء الجوهري انه كل حلقه غتكون في شكل، لانه ديجا انا فهمتها بويسكو الجريمه تحلات. دونك غادي تكون كل حلقه في شكل، ولكن غادي نحافظوا على نفس الشخصيه ديال المسلسل. وغادي كي قلت لكم كاين داك الجانب الشخصي اللي هو غادي يبقى غادي نشوفوه. انا هذا الشيء اللي فهمت في الاول وكونفيرماتو ليا فاطمه الزهراء الجوهري. الجميل في هذا المسلسل هو انه داروا اون فورماسيون اونكادري في الاكاديمي رويال في القنيطره، وصاحبوهم دو كوميسير في كل حلقه باش يكون ديما تحت الاشراف ديالهم، يعني كيردوا لهم البال الحركات ديالهم، كيفاش كيحملوا المسدس وبزاف ديال الحوايج. نشوفوا شنو قالت فاطمه الزهراء الجوهري مع اسامه بن جلون. هي لامبليكاسيون، هي التدخل والعوين اللي جانا من الجهات الامنيه. شكرا لهم كبير، حيت يعني حقيقه نكونوا حقانيين. تعطونا واحد لي مويا كبار، تعطاتنا واحد اولا تفتحوا لنا البيبان باش نديروا لي فورماسيون. يعني اي واحد هز الفردي راه مشينا ودرنا فورماسيون في الاكاديمي رويال اللي كاينه في قنيطره. هذه اولا، سورتو كلهم ما كاينش شي واحد فيهم اللي ما دارش هذه القضيه. دو 1 دو 2 كانوا عندنا راه تحت الاشاره ديالنا، ومعنا كل نهار دو تحيه ليهم كبيره، دو كوميسير كانوا معنا دو لا دي جي اس ان. كوم لا دي جي اس ان هي لا ديريكسيون جينيرال دو لا سيغورتي ناسيونال، المديريه العامه للامن الوطني. لف كانوا عطانا يد المعاونه كبيره جدا. ف يعني كانوا دون جونتييس سانسيرمون، زعما كنقولها من القلب، حيت ما سهلاش كل 5 دقائق يجيك ممثل ويبدا يسولك اسئله. وكانوا فريمون واحد ظرافات فيهم، وكانوا يعني كتحس بهم يزيدي امبليكي معنا في لو بروجي. فكانوا معنا من A à Z، يعني في الشاده وفي الكبيره وفي الصغيره، في يعني واحد العون معنوي وكبير بزاف. فاطمه الزهراء الجوهري دارت لنا الدور ديال الوكيل العام لجلاله الملك، رشيد الوالي دار لنا الكوميسير. شفنا ايضا وجوه جديده، كاينه ساره بيرليس اللي مازال ما شفناهاش في الحلقه الاولى. المهم الحلقه الاولى الناس اللي مازال ما تفرجوش فيها كنقول لكم سيروا تفرجوا فيها. غادي نعطيكم نبذه مختصره. كيف قلت لكم بدات بجريمه، بدات بواحد الشخصيه اللي هي عباره عن عارضه ازياء اللي كانت هي الوجه الاعلامي ديال واحد لا مارك اللي سميتها ناكي. هاد الحفله كانت في واحد الفيلا ديال واحد السيد سميتو المسفر، ابراهيم المسفر.
اللي كان اصلا واحد البوليسي، كان واحد البوليسي سميتو الرامي مصراوي هو اللي كان حاضر، حيتاش كان تشك انه عنده يد في تبييض الاموال. دونك هو ديجا كان تحت المراقبه ديال الشرطه، ولكن طرات عنده الجريمه وسط الفيلا ديالو. فكانوا اسئله بزاف، شكون اللي دار الجريمه، تحلت الجريمه كيف قلت لكم. المهم الحلقه كانت واعره بزاف، اداء رائع. المفاجاه هو انه قالت لنا فاطمه الزهراء الجوهري انه كانت كل حلقه غادي تصور في مدينه في شكل، وشفنا في التيزر الثاني انه كاين ديزيدروس هو اللي على حسب ما شفناه غادي يمثل لنا رجل عصابي كبير. كاوان تمت الترجمه ديالو الى اللغه الفرنسيه، وغادي يتم البث ديالو على القناه الثانيه في 11 ديال الليل. ما عرفتش لا بالضبط، ولكن غادي يبدا الاعاده ديالو مع 11 ديال الليل في دوزيام. كيف قلت لكم المسلسل ديال كاوان مسلسل بوليسي بامتياز في الاسرار والكواليس ديال العمل ديال الفرقه الوطنيه. علاش سميتو كاوان؟ حيتاش كاوان هي السميه ديال الفرقه الوطنيه ديال القضايا الكبرى. هذا هو الهدف ديالها، هو الحل الغاز ديال القضايا الكبرى، هذاك الشيء سميتها كاوان. كاينين الناس اللي كيقولوا انه قلدوا مثلا الدراما الكوريه اللي هي كاجوج، مشيت قلبت صراحه ما كاينش زعما القصه انها كتشابه، نو غير السميه كاوان كاجوج هما اسماء كيتعطاو في العالم البوليسي. كاجوج هو واحد المسلسل كيدوي على واحد الجندي كوري كيطيح في علاقه حب مع واحد السيده عراقيه اللي كانت كدير ترجمه في فرقه عسكريه، ومن بعد كيقتلوها. هو هذاك الجندي كيلصقوا ليه هذيك التهمه انه قتل هاد البنت، وكيهرب. فاش كيهرب كيبقى ديما هو مخبي. من بعد انا فهمت انه ما عنده حتى شي علاقه. الهدف ديال كاوان هو انه يورينا كل جريمه كيفاش تم الحل ديال الالغاز ديالها من طرف كاوان. دونك ما عنده حتى شي علاقه كاجو، دونك ما عنده حتى شي تشابه. اذا وصلنا النهايه ديال الحلقه. كنتمنى تعجبكم الرياكسيون ديالي. الناس اللي مازال ما تفرجوش يمشيو يتفرجوا في المسلسل، راه ما غاديش تندموا عليه. ساعه دازت حلوه زوينه بالزربه، لانه كان مليء بالتشويق والاثاره. قولوا لي الراي ديالكم الخاص، واشنو كتوقعوا النوع ديال الجرائم في الحلقات الاخرى. كنتسنى الكومنتات ديالكم، ما تنساوش تبارطاجيو وتلايكي وتشتركوا في القناه. وشكرا لكم بزاف من القلب. باي باي.